السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة سبورت المساكين. دمتم وطابت أوقاتكم. سنتعرف سويا على ملخص مباراة نادي الاتحاد الودية التي أقيمت اليوم ضد نادي ريال بيتيس استعدادا للموسم الجديد موسم 2024-2025. قبل أن ندخل في أي تفاصيل لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. إليكم كافة التفاصيل. والمباراة أقيمت اليوم السبت الموافق 2024 شهر 8 يوم 3. ودخل نادي الاتحاد بتشكيلة في حراسة المرمى المحيسنة، وفي الدفاع فوز الصقور وسعد الموسى ولويز فيليبي وكادش، وفي خط الوسط فابينيو وعوض الناشري، وأيضا على الجناح الأيمن موسى ديباي، وعلى الجناح الأيسر جوتا، وفي خط الوسط الهجومي موسى عوار، وفي رأس الحربة كريم بنزيما. حيث سجل نادي الاتحاد الهدف الأول عند الدقيقة 25 عن طريق اللاعب موسى ديباي، صنعه اللاعب جوتا. وأضاف نادي الاتحاد الهدف الثاني عند الدقيقة 45 لتصبح نتيجة المباراة تقدم الاتحاد بهدفين دون رد. تنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الاتحاد ب2-0. ودخل نادي ريال بيتيس في الشوط الثاني بتشكيلة هجومية، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 51، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63، لتصبح نتيجة المباراة 2-2. لتنتهي أحداث المباراة بهذه النتيجة 2-2. ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة أخرى ضد نادي أنتر ميلان ضمن برنامجه الاستعدادي للموسم الجديد. وصلنا نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. دمتم